القلق هو خوفك من المستقبل، من المجهول، من سيناريوهات ماذا لو اللي ما بتخلصش. اما التوتر فهو رد فعل جسمك للضغوطات اللي بتقابلها دلوقتي، سواء الشغل، الدراسة او حتى علاقاتك. المشكلة ان عقلنا متصمم علشان يحمينا من الخطر. زمان كان الخطر ده اسد بيجري وراك، فجسمك كان بيفرز هرمونات زي الادرينالين والكورتيزول علشان يديلك قوة خارقة تهرب او تواجه. الحالة دي اسمها الكر والفر او الفايت اور فلايت. النهاردة نادرا ما بنقابل اسد في الشارع، لكن عقلنا لسه بيتعامل مع رسالة مستعجلة من المدير او امتحان صعب قرب او خناقة مع حد بنحبه بنفس الطريقة القديمة. بيشغل نفس صفارات الانذار ويفرز نفس الهرمونات. جسمك بيكون جاهز لمعركة، بس المعركة دي كلها افكار جوه دماغك، والنتيجة ضربات قلب سريعة، نفس قصير، شد في العضلات، صعوبة في التركيز، أرق بالليل. ومع الوقت الحالة دي بتتحول من انذار مؤقت لحالة طوارئ دايمة. جسمك وعقلك بيفضلوا في وضع التأهب ده، وده بيستنزفك تماما وبيضعف مناعتك وبيخليك عرضة للأمراض اللي ممكن توصل، ربنا يعافينا، للسرطان.